جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا. صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع أحسن نتيجة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عقل وقلب. مش هبالغ لو قلت ان انا النهارده هتكلم في اخطر موضوع اتكلمت فيه في البرنامج بتاعي. وانا بحضر السكريبت ده اتفاجئت ان في حاجات كتير جدا 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 في الموضوع ده احنا كنا بنغفل عنها. وعشان نخش في الموضوع على طول، احنا بنتكلم على المخدرات. خليني اخدك معايا بقى في قصه صغيره كده، بس عيش بخيالك معايا جوه الموقف اللي انا هقوله لك ده. في مستشفى الساعه 3 الفجر، الناس كلها في حاله ذعر، وواحد بيجري بنقاله بصاحبه وبيقول الحقوه ده بيموت. الولد نفس داخل ونفس خارج ومش عارف ياخد نفسه. شاب تلاتيني مش عارف يتنفس تماما. اخدوه وحاولوا يعملوا له الاسعافات الاوليه، نبضات قلبه توقفت تماما. بعد ما نبضات قلبه وقفت، حاولوا ان هم يسعفوه ويدوا له جلسات نفس، حاولوا ان هم يضغطوا عليه يعملوا اي حاجه انعاش. الشخص ده مش بيتحرك من مكانه، بقاء الله الحاله توفت. سبب الوفاه اوفر دوز مخدرات. عشان كده انا بقول لك الحلقه دي مهمه جدا جدا جدا. الموقف اللي انا حكيت لك عليه ده مش بيحصل مره ولا اتنين ولا تلاته ولا 10، ده بيحصل كل يوم بمئات المرات حوالين العالم. ما تفكرش ان مصر بس هي اللي فيها مخدرات واللي الشباب فيها بيشربوا مخدرات بشكل كبير، دي حاجه منتشره على مستوى العالم كله. بس خلينا نسال نفسنا سؤال بقى، اللي بيشرب مخدرات ده ايه اكبر موقف هو بيمر بيه، او اكبر حاجه هو بيبقى عايز يعملها؟ ولو سالت اي حد انت بتشرب مخدرات ليه، هيجاوبك باجابه واحده بس: انا عايز اهرب. فالفكره نفسها او الكونسبت نفسه بتاع فكره الهرب، انا عايز اهرب، دي مصيبه سوداء. فاول مخدر انت بتعمله يا باشا، واول مخدر انت بتاخده كلمه انا عايز اهرب دي، انت عايز تهرب من ايه؟ عايز تهرب من المسؤوليه، عايز تهرب من البيت، عايز تهرب من والدك، عايز تهرب من والدتك، عايز تهرب من الضغط الاجتماعي، عايز تهرب من ايه؟ مفيش حاجه في الدنيا تستدعي الهرب. فاول حاجه واهم حاجه فكره انا عايز اهرب. انت عايز تهرب معناه ان انت مش قادر تواجه، ودي مشكله كبيره جدا. طب هل ده سبيل للهروب؟ يعني هل المخدرات هي سبيل للهروب؟ هي حاجة هتخليك فعلا تهرب؟ مستحيل تكون المخدرات سبيل للهروب. ما كانش الناس كلها اللي في العالم ما شربوهاش، كان كل واحد حصلت معاه مشكلة راح شرب مخدر وبقى كويس. المخدرات احنا سميناها مخدرات عشان هي بتخدرك لوقت صغير، هي مش بتمنع مشكلة. يعني لو حضرتك عندك ديون كتير والديون دي ما بتتسدش ورحت تشرب مخدرات، هل المخدرات دي سدت لك ديونك؟ لا طبعا. لا طبعا. حصل عندك حالة وفاة مثلا، والدك اتوفى أو حد قريب منك اتوفى، فبتشرب مخدرات عشان تنسى، هل هو كده رجع لك تاني؟ ولحد امتى هتفضل تشرب مخدرات؟ بستغرب قوي الناس اللي يشتغل ويقعد 24 ساعة عمال شغال في شغلانة ظهره مقسوم فيها وحرفيا بيموت، والشغلانة بتدخل له دخل كويس جدا، والشخص ده بياخد الفلوس دي كلها يروح يصرفها على المخدرات. دي كارثة، دي مصيبة سودة. بستغرب جدا ان واحد عنده دين، والدين ده كتم على نفسه ومش عارف ياخد نفسه، فبدل ما يحوش ويسد دينه راح يشرب مخدرات. يا فرحتي، طب ما تحوش، ما تحاول تعمل مشروع، ما تحاول تعمل حاجة. الفلوس اللي بتتصرف على المخدرات بالمليارات، أنا مش بتكلم في ملايين، مليارات. أنا بتكلم حوالين العالم، مش بتكلم في مصر بس. أنا النهاردة مش جاي أقول لك المخدرات بتموتك، لأن أي حد حاجة أقول له حاجة بتموتك أو كذا بيموتك، هو كلنا شايفين إن الموت بعيد عننا، مع ان الموت ده ممكن يبقى بعد ثانية من سماعك للفيديو. طيب المخدرات بتموتك وانت عايش، لما تبقى عايش في وسط اهلك، ولما تبقى عايش مع مراتك ولا انت بتشوفهم ولا انت حاسس بيهم ولا انت بتراعيهم ولا انت موجود في البيت، وجودك زي قلته، بل ممكن يكون عبء على كل الناس اللي حواليك. ممكن يكون وجودك عبء على اهلك. اخوك مثلا لما بيروح مناسبه مهمه بيتكسف يقول ان انت اخوه، ابنك بيتكسف يقول ان انت ابوه، مراتك بقت تستعر منك وبقت تنزل تشتغل عشان هي تشيل مسؤوليه البيت وتبقى هي مكانك في البيت، تبقى هي الراجل وانت الست. والانقح والاكتر ان انت بتروح تضربها وتاخد منها فلوس، وتبقى عايز تاخد منها اكتر، وتبقى عايز تمص دمها عشان خاطر تشرب الزفت اللي انت بتشربه، اللي هو متعته متعه صغيره تماما. فانت ميت وانت عايش. انت الناس اللي حواليك انت عبء عليهم، انت الناس اللي حواليك هم مش شايفينك ومش عايزينك، وبقيت عبء على كل الناس. مستني لحد امتى؟ مستني لحد ايه؟ ايه الحاجه اللي تخليك ما توقفش دلوقتي اللي انت بتشربه؟ على فكره،
بدعة كبيرة جدا 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 ان المخدر موجود في دمك. انت لو نزلت لعبت رياضة باستمرار 3-4 ايام في الاسبوع وقعدت تستمر عليها وبدأت تنظم اكلك وتظبط نفسك وتاخد فيتامينات بربع، مش هقول لك بربع، بجزء صغير جدا من فلوس المخدرات اللي انت بتاخدها ومكملات ومش عارف ايه، جسمك هيكون شكله احسن، صحتك احسن، هتبقى افضل، وهتصاحب ناس من الجيم كويسين. جزء كبير جدا 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 من المخدرات الناس اللي انت قاعد معاهم، الشله اللي انت قاعد معاهم. من فتره صغيره وكان جالي حد، الحد ده كان بيشرب مخدرات بكميه كبيره، وقعدت اتكلم معاه شويه جلسات CBT. وبعد ما اتكلمت معاه، اللي الناس ما تعرفوش عني ان انا مدرب، اخدته عندي النادي وبدات اهيئه جسديا واخلي الشخص ده يبقى احسن وافضل. الشخص ده قال لي كلمه والله في حياتي ما هنساها. قال لي ايه بقى؟ قال لي يا كابتن، انا كأن حاجه اتشالت من على عيني. انا حاسس ان انا مش شايف الناس اللي قدامي، او انا ما كنتش شايف الوضع اللي انا فيه. عارف لما تبقى لابس نظاره سودا كده ومره واحده تشيلها وتشوف الحياه بلونها الطبيعي؟ قال لي انا كنت بشرب مع اصحابي دول في المكان عندي، هو عنده مكان. قال لي كنت بشرب في المكان عندي وما كانش بيهمني الشكل خالص. عادي، مش مشكله الزبون يشتري ما يشتريش، الناس تخش ما تخشش، مع ان ده مكاني واكل عيشي، بس كنت اجيب صحابي عندي ونشربه مع بعض. قال لي انا بعد ما استمريت معاك شويه وبدات ان انا اقلل المخدرات في جسمي، والمخدرات بقى مفعولها يروح من دماغي ومن قلبي ومن عقلي، لما دخلت المحل او لما دخلت المكان وشفت الناس دي قاعده، انا بصيت لهم كده، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ازاي انا كنت في وسط الناس دي؟ ازاي انا كنت قاعد مع الناس دي وانا كنت بقعد القعده الوحشه دي؟ انا ما كانش بيهمني الزباين اللي بتخش، انا ما كانش بيهمني شكلي قدام الناس للدرجه دي. انا كنت وحش. انا لقيت نفسي بدون اي وعي بقول لهم بره، اطلعوا بره، انا مش عايز صاحبكم. فجاه بعد عن الناس دي بيقول لي لما بقى في حد يجي يسلم عليا في الشارع ما بقتش بسلم عليه، ما بقتش بشوفه، بقيت بداير وشي على طول. حقيقي حقيقي ده اكبر مثال اللي احنا بنتكلم عليه. انت مغيب تماما ومش شايف انت بتعمل ايه. بدعة كبيرة جدا وخطر كبير جدا. الناس بتقول وهي بتشرب مخدرات وهي انا مش مدمن، ده انا بشرب تفاريحي، انا بشرب كل فين وفين. طب انت بتشرب كل فين وفين؟ بتشرب قد ايه؟ هتلاقيه بيقول لك والله كل فين وفين، لا 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 مش كتير يعني، انا مش مدمن، مش قاعد طول النهار ماسك السيجارة يعني، ده هو مرة الصبح ومرة بعد الظهر وخلاص. طب ما انت كده مدمن. انت مش عايز تقنع نفسك بس، انت مش عايز تقول لدماغك كده، لكن انت كده مدمن. واحد بيشرب مره الصبح ومره بالليل، عايز ايه تاني عشان تبقى مدمن؟ المفروض تمسكها طول النهار يعني ولا ايه؟ اه انا ليا اصحابي. انت بتقارن نفسك ليه يا ابني بالوحش؟ ليه بتقارن نفسك بان ليك صحابك بيقعدوا عليها طول النهار؟ ما تقارن نفسك باللي ما بيشربش اصلا. اصل هي تظبط لي دماغي، انا بس باخد منها شعرايه كده الاقي دماغي بقت فل. انا مش عايز اشرب كتير، لا ده هم حبه صغيرين كده بس يا دوب اظبط الدماغ على الصبح، مش عارف اتعامل مع بني ادمين. طب والناس اللي بيشتغلوا في شركات محترمه ومديرين والناس دي ما بيتعاملوش مع بني ادمين؟ ما بيظبطوش دماغهم؟ فنجان القهوه ما يعملكش ده؟ لا اصل انا خلاص بقى الحاجات دي بقت في دمي، بقيت بزود، بقيت باخد اوفر دوز. ما انت عمال تزود بقى في الجرعه. انت متخيل انت بتعمل ايه؟ عمال تدخل جسمك حاجات وعمال تزود في جرعه الحاجات اللي عماله تخش جسمك، وعمال تقول لنفسك انا مش مدمن ومش هيحصل حاجه، وهي مره وخلاص، وانت اصلا مدمن. اعترف ان انت مدمن، دي اول حاجه. لازم تقول لنفسك انا مدمن، لازم تعرف ده كويس. انا بشرب كام مره في اليوم؟ انا بشرب كام مره في الشهر؟ انا بشرب كام مره في الاسبوع؟ معنى كده ان انت مدمن، انت خلاص دخلت مرحله الادمان. طالما انت ربطت السيجاره بعدلان الدماغ وان هي تظبط لك دماغك وان انت ما تعرفش تتعامل مع بني ادمين غير بيها، يبقى انت يا باشا مدمن. هنتكلم عن فكره فقدان السيطره. خلاص انت دلوقتي شربت وانت بتقول لي انا مش مدمن، بس بدأ يحصل اعراض صغيره كده وحضرتك بتتجاهلها تماما كأنها مش موجودة. لا لا ده مش بسبب مخدرات، ده بسبب حاجة تانية. أصل أنا ما نمتش كويس، أصل أنا مش عارف باكل إيه، أصل أنا مش عارف أشرب إيه، أصل أنا عايز أتمرن، أصل أنا مش عارف إيه. إيدك بتترعش، ما بقى في تشتيت مبالغ فيه، ما بقتش مركز في أي حاجة، بقيت عصبي زيادة عن اللزوم. كل دي أعراض المخدر. حاجات بتحصل جوه جسمك زي الرئتين بيبوظوا والقلب بيبوظ والكلى والكبد وألف حاجة جوه جسمك بتبوظ، وأنت عمال تتغاضى عنها وتقول ده مش بسبب المخدرات. بدأت تفقد شغفك تجاه حاجات بالنسبة لناس تانية مهمة جدا. يعني ممكن ما تروحش فرح أخوك، ممكن أختك تكون في مناسبة مهمة وتتصل بيك تقول لك تعالى الحقني أو تعالى أمني أو تعالى معايا ومش عارف إيه، ما ترضاش إن أنت تروح، ده لو هم أصلا ما استعروش إن هم ياخدوك. ما ترضاش إن أنت تروح في حاجات مهمة. ممكن مراتك تقول لك تعالى وصلني، تعالى خدني من عند والدتي، تعالى مش عارف إيه، تلاقي نفسك بتزعق لها وبتهب فيها كأن دي مش مسؤوليتك، كأنها مش تبعك. فأنت بدأت تفقد التحكم في جسمك وبدأت تفقد العلاقات الاجتماعية مع الناس اللي موجودين حواليك. فالمخدرات مش بس بتضرك انت، دي بتضر كل الناس اللي موجودة حواليك. المرحلة اللي بعدها ايه بقى؟ تبتدي ان انت تتفقر، لان المخدرات سعرها مش قليل، انت بتشتري المخدرات دي بسعر عالي، فيبتدي الفقر يمسكك. انت ما معكش فلوس، معكش فلوس ان انت تعمل ابسط الحاجات اللي اصحابك بيعملوها، فبدأت تنزل بهدوم مبهدلة وتبقي المخدر على ان انت تشتري لنفسك تيشيرت
بدأت ان انت ما تروحش اماكن صحابك بيروحوها، انت خلاص مكتفي باوضتك ولا مكتفي بالغرزة اللي انت بتشرب فيها ايا كانت ايه هي، مسميها انت بلاي ستيشن، مسميها قعدة قهوة، مسميها ايا كان، حتى عند واحد صاحبك في الشقة، في محل، في مش عارف ايه. الغرزة اللي انت بتقعد فيها تقعد تشرب دي انت مكتفي بيها عن اي حاجة انت بتعملها. ما بقيتش بتروح غير المكان ده، بقيت بتلبس نفس الطقم، بقيت شخصية معهاش فلوس، بقيت هش، ولا شخصية ولا كرامة ولا علاقات اجتماعية ولا أي حاجة. مش بني آدم، تقدر تقول كده زي الكرسي اللي انت قاعد عليه، زي قلتك حرفيا. الوحدة القاتلة. بعد المرحلة دي هتخش على مرحلة الوحدة القاتلة، كل الناس اللي حواليك هيبتدوا يبعدوا عنك إلا الناس اللي انت بتشرب معاهم، لأن الموضوع بيبقى بينكوا رايح جاي، يا انت بتديهم حاجة يا هم بيدوك حاجة، يا انت بتميل عليهم في حاجة، فانتوا العلاقة بينكوا قايمة على مصلحة بمعنى أصح، مهما كانوا دول مش صحاب. في حالة وفاة حصلت قريب جدا عن شاب اسمه محمود، كان من عندنا من اسكندرية. اللي حصل بالظبط إن هو كان أول مرة يقعد مع أصحابه، وكان أول مرة يشرب، وأصحابه بدأوا يقنعوه واحدة واحدة، قعدوا يقولوا له إيه، خلاص دي مرة، هي المرة دي مش هتأثر معاك، طب جرب بس الإحساس يا عم، خد، هو أنت عيل صغير، هو أنت مش عارف إيه. الكلام ده فضل يمشي في عقل محمود واحدة واحدة لحد لما اقتنع إن هو هيشرب معاهم. للأسف الشديد محمود ما استحملش، وقلبه ما استحملش، وطلع أصلا عنده مشاكل في القلب وهو ما يعرفش، وتوفى في الحال. تخيل رد فعل صحابه ايه؟ سابوه، سابوا الولا ميت 3 ساعات، 3 ساعات سايبينه ميت ومش عارفين هم هيعملوا ايه. لولا ان في حد اكتشف الموقف ما كانوش اصلا قالوا ان صاحبهم مات، كانوا سابوا الولا ميت. فدول مش صحاب، والله والله العظيم دول مش صحاب. الصاحب اللي بجد هو اللي هيشدك لبره، هو اللي هياخدك يطلعك لفوق، لكن اللي زي ده بيغرقك بيوقعك لتحت، ما يستاهلوش اصلا ان انت تقعد معاهم. واخر جزئيه في الجزئيه دي، ان هو لما يتوفى او لما يحصل له حاجه، الناس مش هيقولوا الله يرحمه فلان ده كان شخص كويس. الانسان عباره عن سمعه، خليك فاهم ده كويس. سمعتك وانت عايش وسمعتك وانت ميت بتسبقك في كل مكان بتروحه. لو انت سمعتك ضعيفة، لو انت الناس مش سامعة عنك كويس، لو انت الناس شايفين ان انت سمعتك ضعيفة، مش هيتعاملوا معاك تماما، هتبقى بلا هوية. يعني لما يجي سيرة فلان يقول لك الله يرحمه فلان ده كان شخص ناجح وقوي وعامل، ولا الله يرحمه كان مدمن، ويمكن الله يرحمه دي ما تتقالش، يا ده كان عندها أخ الحمد لله ربنا رحمهم منه اتوفى، ده الراجل ده كان مطلع عينيهم، كان بياخد منهم فلوس وكان بيسرقهم وكان بيضربهم وكان بيعمل ويخلي ويسوي عشان خاطر المخدرات. المخدرات بتحسك ان انت تعمل حاجات، الحاجات دي ولا هي شخصيتك ولا هي طبيعتك. الدراسات والعلوم اثبتت ان مخك بيقف حرفيا. يعني في مخدرات معينه بتهيأ لك ان الناس اللي حواليك دول اشرار، وان هم المفروض ان انت تقتلهم او المفروض ان انت تعنفهم او تعمل معاهم مشكله. فالمخدرات دايما بتحسك او بتدفعك لحاجه. في مخدرات معينه بتخليك دايما طول الوقت خامل كده وهادي وعايز تنام ودماغك تقيله، وفي مخدرات بتحسسك بالباور وتديك طاقه. المخدرات دي خطر جدا ودي خطر جدا. اللي بيحسسك بالباور والطاقه ده على حساب قلبك وعلى حساب كبدك وكليتك ومخك، كل حاجه في دماغك يا خلايا مخك بتتدمر، ما بتكونش شخصيه سويه، بتكون شخصيه تعبان طول الوقت، تعبان طول الوقت، حاسس ان انت مرهق طول الوقت، ان انت دماغك مش كويسه. لو ما خدش المخدر ده هتحس ان انت عامل شبه مجنون عشان ترجع بني ادم طبيعي، لان جسمك لما بيخش له حاجه غريبه عنه ايا كانت ايه هي بيتعود عليها، فبيبطل يفرز حاجات اللي هي اصلا بتكون موجوده افرازات طبيعيه في جسمك، فلما يبطل يفرزها بيتعود عليها من مصدر داخلي، فانت حرفيا مش قادر تعمل اي حاجه غير لما تاخد المخدر بتاعك ده. فحرفيا يا جماعه الموضوع اكبر بكتير جدا من دي بتظبط لي دماغي ودي بتروقني ودي بتخليني اعرف اتعامل مع البشر، الموضوع اكبر بكتير جدا من كده. فانا النهارده مش جاي اقول لك اوعى تخاف من الموت، لان انت لو خايف من الموت ما كنتش قربت اصلا من المخدرات. انت مش خايف من الموت خالص، انت بتواجه الموت كل يوم وكل لحظه. انت اقف قدام مرايتك دلوقتي بعد الحلقه دي وقول لنفسك انا مين، انا عملت ايه في حياتي، مقارنة بأصحابك اللي هم أصلا كويسين مش اللي هم بيشربوا مخدرات. شوف أنت فين وهم فين، شوف أنت عملت إيه في حياتك وهم عملوا إيه، أنت كإنسان كإيه. هل أنت الفلوس اللي معاك دلوقتي دي من جيبك أنت بشقاك أنت، ولا من جيب بابا من جيب ماما، أنا سارقهم أنا واخدهم من فلان؟ هل الفلوس اللي أنت بتشرب بيها دي بتاعتك أنت؟ طب هل أنت شخصية ذو قيمة الناس اللي حواليك يفخروا بيك، ابنك ياخده قدوة، ابنك يشوفك قدوة، ابنك يشوفك مهم، ابنك يفتخر بيك قدام صحابه؟ ولا انت شخصية بلا قيمة لما ابنك يكبر شوية ويفهم هيبتدي ان هو يهرب منك، ما كانش شبهك؟
هل انت اخوك بيتفخر بيك؟ هل انت اختك بتتفخر بيك؟ مامتك بتتفخر بيك؟ ولا ناس بتنفر عنك وبتبعد عنك وبقيت مسخ وحاجه الناس كلها بتبعد عنها؟ اقف قدام مرايه وخد قرار حقيقي في ان انت تتغير. بعد ما وقفت قدام مرايتك وخدت قرار وعرفت ان انت فعلا لازم تفوق من اللي انت فيه، فورا هتتوجه لاي طبيب من علاج الادمان، تقول له نوع المخدر اللي انت كنت بتاخده وتقول له مده التعاطي اللي انت خدتها، وتبدا ان انت تتحرك فورا بعيدا عن الموضوع ده. الموضوع اكبر بكتير جدا من ان انت تقدر تبعده عن نفسك. ومفيش حاجه اسمها انا هقلل مع نفسي وكل يوم هقلل مع نفسي وكل يوم هعمل. روح لحد مختص ضروري جدا يعالجك، مراكز ادمان او اي حاجه مهتمه بالموضوع ده، تجري عليه وتقول له انا كنت بشرب كذا وبشرب بقالي قد كذا، وهو هيقول لك الوضع ماشي ازاي. ولو الموضوع استدعى ان انت تقعد في المصحه، اقعد في المصحه وانقذ نفسك. ناس كتير جدا جدا المصحات دي فرقت معاهم في حياتهم، فرقت معاهم في تفكيرهم، طلع من المصحه واحد تاني تماما. انت بعد اول اسبوع من تبطيلك للمخدرات كل حاجه في دماغك بتبتدي ترجع زي الاول، هتبتدي تشوف نفسك بني ادم طبيعي، هتبتدي تشوف الناس اللي حواليك وقد ايه الناس اللي حواليك هيكونوا فخورين بيك بالشخصيه الجديده بتاعتك، قد ايه انت هتكون وقفت على ارض صلبه، قد ايه انت هتكون عملت حاجات كتير. كم واحد وهو بيشرب مخدرات صرف فلوس عبيطه، باع عربيته، باع مش عارف ايه، اخد فلوس من كل اللي حواليه. الفلوس اللي بتتصرف على المخدرات كبيره جدا جدا جدا، وانت حالتك الماديه اقل منها بكتير. انت بتجيب الفلوس دي كلها منين؟ مش هقول لك الفلوس دي لو كانت معاك كنت عملت بيها ايه، ولكن هقول لك انت بتجيبهم منين، الطريق ان انت بتجيب منه فلوس. مع ان انت هتروح مركز لعلاج الادمان، انت هتروح مركز لعلاج النفس، هتروح تعمل جلسات اسمها CBT. جلسات الCBT دي هتقعد، الدكتور هيقعد معاك ويبتدي يوعيك ويهيئك لحياتك الجديدة اللي انت بقيت عليها والشخص الجديد اللي انت بقيت عليه. انت طبعا دلوقتي بقيت شخص مختلف تماما عن الشخص اللي انت كنت فيه لما كنت بتشرب مخدرات، فانت محتاج حد يوجهك في الحياة الجديدة بتاعتك دي ويقول لك تبدأها ازاي وتعملها ازاي. ومفيش احسن من جلسات الCBT للموضوع ده. انا دايما بنصح بجلسات الCBT دي حتى للناس الاصحاء. العلاج النفسي مهم جدا في المرحلة اللي احنا فيها دي عشان تكره اللي انت عملته. في ناس من نعم ربنا عليها وهي بتبطل مخدرات بتكرهها، بتكون شبعت، اكلت منها او شربت منها لحد لما خلاص الموضوع بالنسبه له بقى زهق من الموضوع نفسه، فده بيكون نعمه من ربنا. حاول انت كمان وانت بتبطل تزهق نفسك وتكره نفسك فيها. امسك السيجاره دي وفصلها كده وقول لنفسك السيجاره دي وصلتني لحد فين، المخدرات دي وصلتني لحد ايه، عملت فيا ايه. وافتكر كلامي اللي انا بقوله لك كويس ده، لان انت لو افتكرت، لو سمعت حلقه دلوقتي وقفلتها وفضلت زي ما انت، هتفضل طول حياتك زي ما انت، هتفضل مدى الحياة زي ما انت. الكلام اللي انا بقوله لك ده لو انت ما بدأتش تطبق فيه وتنفذ فيه، يومين ثلاثة وانت اصلا هتنساه ومش هتفتكره. فمهم جدا 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 ان انت تركز في اللي انا بقوله وتفهمه كويس جدا وتعرف قيمتك كويس جدا. نخش على الجزء الثاني من الحلقة، وده جزء برضه مهم جدا ما ينفعش نغفل عنه. مبسوط انت وانت الدخان حواليك؟ مبسوط انت وانت قاعد في العربية او انت قاعد في المواصلات او انت قاعد مع اهلك واصحابك تسحب شدة الفيب وتعفر الدنيا بريحة الفراولة ولا ريحة المانجا ولا ايا كان الروائح الجديدة اللي انتم مسميينها؟ مهم جدا ان انت تفهم انت بتدخل جسمك ايه قبل ما تفهم انت المفروض تبطله او لا. الفيب او السيجارة الالكترونية مش اقل ضررا من السجاير العادية، بالعكس ده اقوى واخطر ضررا من السجاير وبكتير، مش بحاجة صغيرة خالص. اعرف المواد اللي بتخش جسمك الأول وانت بتدخل جسمك ايه عشان تبقى فاهم الفيب ده عبارة عن ايه، وعشان تبقى فاهم انت المفروض تبطله ولا لا. اسمع مني وما تعملش اي حاجة غير ان انت تسمع وتفهم. اول مادة واهم مادة واخطر مادة اللي حضرتك بتروح تقول للراجل عايز نيكوتين 50، عايز اعلى نيكوتين، تقعد بقى تقول لاصحابك في القهوة ايه يا عم انت بتشرب نيكوتين 3 انا بشرب نيكوتين 50. طيب ايه النيكوتين ده؟ النيكوتين ده مادة بتتلف خلايا المخ، بتتلف، بتبوظ خلايا المخ، بتعلي نبضات القلب وبتخليه طول الوقت في اجهاد مستمر ومزمن. مزمن يعني دائم، يعني طول الوقت قلبك بدل ما هو بيدق كده بيدق كده. انت متخيل انت بتعمل ايه في قلبك؟ فضغط الدم عندك بيرتفع، والكلى عندك مش بتقدر تتعامل مع الماده بتاعت النيكوتين. النيكوتين من اخطر حاجات ان انت ممكن تدخلها جسمك، ولو زاد بيعمل تلف للمخ مباشر. عشان كده هتلاقي نفسك بدات تنسى كتير، بدات ما تبقاش مركز، ما تبقاش مركز في حاجه واحده وانت بتتكلم، ممكن قدامك يبقى كلامك تتوه منه. كل ده بسبب ان انت بتشرب فيب كتير وبتدخل نيكوتين كتير، نيكوتين 50. مادة تانية اسمها البروبالين، ودي مادة مصيبة سوداء. ليه بقى مصيبة سوداء؟ لأن المادة دي بتعمل التهاب في الحلق، هي بتمسك الجهاز التنفسي بتاع حضرتك، الحلق من جوه او الخدود او اللسان، بتلاقي بيحصل فيه التهابات. طيب وبعد اللسان القصبة الهوائية،
بيعمل فيها تهيج في القصبة الهوائية، بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الأحبال الصوتية، بيجيب لك كحة وجفاف مزمن، بيتلف الرئتين تلف مبالغ فيه، اسمع الكلمة كويس جدا، وبشكل مباشر. انت بتدخله على الرئتين بشكل مباشر. الرئتين اللي هم المفروض يبقى لونهم احمر كده ومزهزهين وعاملين شبه البالونه المنفوخه، بيبقوا هشين وعاملين شبه كانك جايب ورقه وحرقها. عارف لما تحرق الورقه، عارف الرماد بتاعها ده بيبقى الرئه بتاعتك. لو حد عمل رئتك كده ونفخ فيها هتطير. انت متخيل الرئه بتاعتك بتبقى هشه وعامله ازاي؟ متخيل ان بدل ما رئتك تبقى لونها احمر وحلو كده، بيبقى لونها اسود؟ انت فاكر ان الموضوع اقل ضررا؟ ولما حد يقول لك انت هيحصل لك ميه على الرئه بتبقى مبسوط قوي، عادي مش مشكله ميه على الرئه، الموضوع خطر. ميه على الرئه دي مصيبه، دي كارثه، دي مش حاجه بسيطه خالص. اضرار الفيب اكبر بكتير جدا مما انت متخيل. والاخطر والاشهر الجليسرين ده ماده بتاثر على الرئه بشكل مباشر، بتاثر على الرئه تماما، بتعمل زي ميه على الرئه، وهي دي اللي احنا بنتكلم عليها. الميه على الرئه دي بتعمل تلف للرئه، يعني حضرتك مش هتعرف تاخد نفسك بشكل بسيط. يعني انت مش هتعرف تعمل كده، ما تقدرش تعمل الحركه دي بالنسبه لك صعبه جدا. تطلع سلم تنهج، تنزل من سلم تنهج، كل حركه مش قادر تاخد نفسك فيها، كل حركه بتبقى تعبان فيها حرفيا. واخطر حاجه واهم حاجه واللي الناس كلها مش واخده بالهم منها، النكهات اللي بتتحط. هو انت متخيل ان انت لما تدخل جسمك حاجه بطعم الفراوله او حاجه بطعم المانجا وهي مش فراوله ولا مانجا، هل الموضوع ده بسيط؟ الموضوع ده عملية كيميائية معقدة فيها 15,000 مادة. عارف يعني ايه 15,000 مادة؟ عارف يعني انت بتدخل في كل نفس لجسمك 15,000 مادة؟ انت متخيل الرقم اللي انا بقوله؟ ده رقم كبير جدا جدا. دي بتتلف الرئتين بشكل مباشر. المواد الغذائية دي او الحاجات اللي بتتعمل عشان تتشرب في الفيب دي وتطلع منك ريحة وطعم والكلام ده، دي اخطر حاجة موجودة في الفيب في كل اللي انا حكيت لك عليه ده. تلف في المخ، تلف في الرئتين، ميه على الرئه، مشاكل في ضغط الدم، مشاكل في التنفس، مشاكل في الحلق، مشاكل في الذوق، كل ده. يعني انا قلت لك كل حاجه لوحدها بتعمل كذا، وكلهم مع بعض بقى هيعملوا فيك ايه؟ انت متخيل؟ انت بتتغاضى عن الحاجات دي. انت بعد ما تشرب فيب بتلاقي ريقك ناشف، بتكح وبتتغاضى وبتقول ان الفيب مش هو السبب، ولكن الفيب هو السبب وبشكل مباشر. وكل لما النكهه تبقى احلى، كل لما المواد الكيميائيه اللي موجوده فيها تزيد. ده غير بقى الحاجه اللي محدش هيقول لك عليها، المعادن اللي موجوده في السيجاره اللي انت بتشربها دي او في الفيب اللي انت بتشربه ده، النيكل والقصدير والرصاص، الحاجات دي كلها مسرطنه حرفيا. هل الفيب بيجيب السرطان ولا لا؟ والله العظيم بيجيب سرطان بشكل مباشر، بشكل مباشر، بشكل مفيش فيه تدريج، مش زي ما انت متخيل خالص. الموضوع مش هيمشي معاك واحده واحده، بين يوم وليله هتلاقي نفسك كده. وكمان شويه هحكي لك الاعراض. تفتكر انت لو بتشرب فيب بقالك فتره كبيره جدا ومستمر عليه لاكتر من سنه ومحصلكش حاجه، هل اعراض الفيب او مخاطر الفيب دي بتيجي بين يوم وليله ولا بتيجي على المدى البعيد؟ يعني انا هبتدي ان انا احس ان انا تعبان وصدري بيوجعني، فابتدي اروح اكشف فيقول لي اه ده فيب فبطله. هل هو هيعمل معايا كده؟ للاسف الشديد لا. أعراض المشاكل اللي بتحصل بسبب الفيب أو الوفاة اللي حصلت بسبب الفيب حصلت مفاجأة بشكل كبير جدا. واحد حس بأعراض البرد، كحة شديدة نازلة، حس إن هو تعبان مش قادر يعمل حاجة، فكر نفسه عنده دور برد والموضوع اتطور معاه، راح المستشفى لقى إن هو عنده مشاكل في الرئة، لقى إن هو عنده مشاكل في القلب، لقى إن هو عنده مشاكل كبيرة جدا. بين يوم وليلة 3 4 أيام الشاب ده توفى. مفيش وقت أصلا إن أنت تلحق تتوب، مفيش وقت اصلا ان انت تلحق تاخد نفسك. زي الفيديوهات اللي انا عرضتها لك في اول حلقه، الراجل بيبتدي كحه مستمره دايما ما بتقفش، لحد لما الرئتين بتوعه ممكن يحصل لهم مشكله، مش قادرين على الضغط اللي هو فيه ده. كحه مستمره ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش عارف ياخد نفسه. الناس بره مصر بيكسروا فيه ده ويدغدغوه، بيحطوه في الارض ويحدفوا عليه حاجات عشان يكسروه ويدغدغوه. انت مش متخيل الفيب ده كارثته عامله عليك ازاي، مصيبه عامله ازاي. واللي بيفهم وبيدرك ده كويس جدا بيبتدي ان هو يبعد عن الموضوع ده تماما. فانت لازم توقف حالا، ما تستناش لما يحصل لك حاجه، ما فيش اي انذار، من ده للموت على طول. ما فيش حاجه فارقه، ما فيش وقت في النص هيقول لك الحق، ما فيش، ده مش موجود، انساه. هو انت فاكر ان انت لما تروح لحد بتاع فيب او بيبيع فيب ممكن يقول لك اضرار الفيب؟ الشركات الكبيره دي مش مهتمه بصحتك خالص، ما تولع. هي مهتمه بالفلوس اللي جايه من وراك، لكن عمر ما حد هيطلع يقول لك خلي بالك الفيب مؤذي، خلي بالك الفيب مضر. وما تحطش نفسك في بند بقى ايه، لا والله ده انا بشرب حاجه غاليه ونظيفه. نظيفه ايه؟ يعني ايه النظيفه دي هتعمل لك ايه؟ ما هو نفس الهباب اللي موجود جوه، ما هو نفس الليكويد مهما كان غالي.
ده بالعكس، ده كل ما يكون غالي بيقول لك ده من غير جليسرين. ما هو من غير جليسرين بس في مواد تانية، امال هيطلع لك النكهه ازاي؟ امال هيطلع لك الدخان ده كله ازاي؟ ما تحاول تشغل عقلك شويه، حاول تفكر شويه، هل الحاجه دي فعلا تقدر تطلع لي النكهه دي او الدخان ده وتكون مش مضره؟ لسه ما اخترعوش الحاجه اللي تخش رئتين عندك وتطلع بدخان وبكميه كبيره دي وتكون مش مضره، والا كل الناس كانت بطلت سجاير وشربتها. ما حصلش لسه ما اخترعوش برغم التقدم اللي احنا فيه لحد دلوقتي ده. لسه ما اخترعوش حاجه اللي تخش الرئتين بتاعتك وتطلع تطلع لك كميه الدخان ده وتكون مفيده ليك لصحتك او تكون مش مضره على الاقل. ده ما حصلش. تخيل كده معايا واحد قال لك هات 1000 جنيه وهبيع لك حاجه هتخليك مبسوط لمده 10 دقايق بس بعد كده هتخليك تسرطن او يجي لك سرطان. هتقول له ايه؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه اللي انت بتقوله ده؟ منطقي جدا ان لو حد عرض عليك عرض زي ده ممكن تسيبه وتمشي اصلا، ولكن انت بتعمل في نفسك كده كل يوم. طيب احنا ازاي نبعد عن الفيب؟ اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لي ان انت تعترف ان انت اتضحك عليك، تعترف ان انت اتخدعت. دي خدعه وانت لبستها يا معلم، خلاص خلصنا. بس حاول على قد ما تقدر ما تتماداش فيها. اول حاجه ان انت تكون فاهم ان انت اتخدعت. تاني حاجه ان انت فورا تبتدي تبعد عن الجهاز ده، ترميه في الشارع، تكسره، عشان انا ضد فكره ان انت تبيعه فتديه لحد تاني يتاذى. اكسره، ارميه، وهذا لوجه الله، ومن ترك شيئا لا يعوض الله خيرا منه. فانت ارمي الجهاز ده او حطه في حته بعيد عن ايدك بحيث ان انت ما ترجعلهوش تاني. تاني حاجه يا معلم، مفيش حاجه اسمها هبطل بالتدريج، هو مش مخدرات ولا سجاير. مفيش حاجه اسمها هقلل من نيكوتين 50، نيكوتين مش عارف 10، بعد كده نيكوتين 5، ايا كان النيكوتين اللي انتوا بتشربوه. مفيش حاجه اسمها كده، بطل فورا، هو هيطلع من جسمك فورا. ثالثا تروح لدكتور وتكشف على نفسك، لان في اعراض كتير جدا صامته انت مش حاسس بيها، وانت اكيد الرئتين عندك فيهم مشكله. مفيش حاجه اسمها انا ما بحسش، انت مش اقوى من السجاير، انت مش اقوى من النيكوتين، انت مش اقوى من اي حاجه بتخش جسمك تدمره، انت مش اقوى منها. مفيش حاجه اسمها انا مش حاسس بحاجه، انت مش حاسس بحاجه بس انت جسمك جوه متبهدل وانت حاسس بكل حاجه وانت مش واخد بالك. فالفيب مش حريه ومش تقدم ومش روشنه، ده هو حبل بيلف حوالين رقبتك وانت بتلفه بايدك وكل يوم بتشده اكتر من اليوم اللي قبله. انت بتموت نفسك بالبطيء وانت مش واخد بالك. والله 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 واعمل سيرش على كلامي ان الفيب مفيش فيه تدريج، مفيش فيه حاجه اسمها انا هحس بتعب فهروح للدكتور فالدكتور هيديني علاج. وانا باكد على المعلومه اهو، انت هتتعب هتموت، مفيش فيها هزار. خاف على كل اللي حواليك لو انت مش خايف على نفسك. ولو كان الفيب مش خطر قوي كده وفيب حلو قوي كده، تنصح بيه ولادك؟ تديه لولادك يشربوه طالما هو مش خطر؟ بس انت كده جاوبت على نفسك، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واشوفكم في حلقات جاية كتير في برنامج عقل وقلب. جوه كل واحد فينا صوتين بيتخانقوا، صوت العقل بيقول لك فكر، خطط، استنى، والقلب عايزك تفكر دلوقتي. والسؤال اللي هيطاردك دايما، لو سمعت عقلك هتخسر قلبك، ولو سمعت قلبك هتخسر حياتك. في برنامجنا هنعرف ندمج ما بين العقل والقلب ونطلع احسن نتيجة.